خلال اليومين الماضيين أثارت وفاة شاب عراقي بعضة كلب حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات عائلته بأنه تعرض لنوع من الإهمال الطبي أدى إلى وفاته بعد مرور أكثر من 40 يوما على الحادثة الصادمة. بحسب تقارير صحفية محلية، وقعت الحادثة بمنطقة العامرية في مدينة بغداد أوائل نوفمبر الماضي، نقل الشاب على الفور إلى المستشفى، حيث تم تضميد الجرح وخياطته مع تلقيه مصلا مضادا لداء الكلب. لكن مع تطور صادم ظهرت أعراض داء الكلب لاحقا على الشاب، والتي تشبه الإنفلونزا من حيث الضعف العام والحمى والزكام والإحساس بالوخز والرغبة في الحكة بموضع الإصابة. خلي نشوف هذا الفيديو نرجع نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. السلام ورحمة الله. بالعوائل حرام. السلام ورحمة الله. بالعوائل حرام. السلام ورحمة الله. طبعا اليوم نريد نعرف شلون ممكن أي شخص بينا يتعامل مع الكلاب السائبة ويحمي نفسه منها، وهل كل الكلاب السائبة هي خطرة وناقلة للعدوى والمرض أم لا؟ للحديث أكثر عن الموضوع نرحب بضيفاتنا السيدة آلاء كريم الأكاديمية ورئيسة منظمة الرفقة المهتمة بالتعايش مع الحيوانات والبيئة كجزء من سلام مجتمعي، والدكتورة رائد عادل محمود طبيبة بيطرية. مساء الخير عليكم. أهلا وسهلا بكم. بداية خليني أبدي أشوف الكلاب السائبة اليوم ليش هي في تزايد، يعني ليش تزيد، يعني أعدادها مو مثل قبل؟ الكلاب السائبة حسب إحصائيات منظمات دولية، هذه الكلب الذكر والنثية إذا وضع ذكر ونثية بمكان واحد في بيئة يعني مناسبة، طعام متوفر، بعد 6 سنوات يوصل عددهم ل67,000 كلب. يعني تكاثر احنا نقول عليه من وحدة بالرياض من ذكر ونثية فقط. القطط ذكر ونثية خلال 7 سنوات ممكن يوصل عددهم إلى 370 كلب. فهي أكو مشكلة تكاثر هذه الأرواح، فهذا التكاثر لازم تكون أكو حلول اللي هو التعقيم، اللي يكون الطرق المتبعة هي الطرق التقليدية اللي هي القتل أو التسميم بالمواد المحظورة دوليا. نعم. بالإضافة إلى أنه هذه الحيوانات حتى إحنا نتجنب، أولا هو الموضوع هو حماية إلها وحماية لمن حولها، لازم تكون ملقحة. يعني إحنا كعضو في شبكة يونايتد أجينست ريبيز، يعني شبكة دولية لمكافحة مرض السعار، اكو استراتيجية ماشيين عليها. المفروض سنة 30 0 باي 3، المفروض سنة 30 المفروض يكون 0 إصابة من داء الكلب. نعم. بحيث اكو دول تم العمل بها حاليا وصلت إلى قصص نجاح، يعني ما عندهم إصابة بداء الكلب. احنا لازلنا للأسف في بلدنا سنة 25 واحنا بعدنا مبادين، يا دوب احنا كمنظمة نداعب هذه الحلول، والحد هسه مدى نحصل أي دعم لا مؤسساتي ما عدا المعنوي عندنا من نعم. المؤسسات ولا دعم مجتمعي، ما حد راضي بهذا الموضوع. فالمفروض هذه الحيوانات أكو معالجة لها، المعالجة هو التعقيم وليس القتل، يعني نعم. الحل يكون إنساني رحيم، مو الحلول التقليدية. نعم. أريد أعرف يعني حضرتك طبيبة ومختصة بهذا الموضوع. نعم. انه شنو هذا اللي وصلنا له احنا، انه هيك عضة الكلب تؤدي الى الموت؟ يعني علميا اريد تفسري لي اياها. يعني علميا يعني اي كلب عضته هيك لو اكو فروارق؟ انا حجاوبك على سؤالك استاذ، بس مبدئيا اريد بس اعقب على نقطة ذكرتها الدكتورة. نرجع ونقول الحل الجذري لازم يكون من قبل الحكومة، زين، وليس من قبل منظمات خاصة. نعم. من قبل الحكومة احنا هنا ما راح نقول فئة خاصة بس بحدها، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، نقابة الأطباء البيطريين، عمل مشترك. عمل مشترك. بالإضافة إلى عمل المنظمات واللجوء إلى الطبيب البيطري بحت، فيكون خطة استراتيجية بالإشراف نعم. على هذه الكلاب السائبة. الحل كلش بسيط، كلش ما معقد وما مكلف. الحكومة حاليا قاعدة تصرف أموال
بس ما قاعده توظفها بالصوره الصحيحه. يعني انا بدل ما انه استورد بملايين الدنانير طلقات حتى انه اضرب الكلاب السائبه ويرجعون العالم بالشارع، يقولون اصلا سعر الرصاصه اغلى من سعر التلقيح، اغلى بالكلفه اغلى. فانت بدل ما يعني تخطي هاي الخطوه، تقدر انه هذا الكلب السائب توفير مساحات خاصه وملاجئ خاصه لايواء الحيوانات، سواء كانت كلاب سائبه او قطط او طيور المهاجره، لان كلهم حاليا قاعد يتعرضن بالشارع العراقي حاليا الى عنف. زين. يعني حرفيا عنف. فتقدر تنقلهم الى هاي المساحات بثلاث طرق: التعقيم واللقاح والحد من انتقال الامراض الفيروسيه والامراض الوبائيه الانتقاليه، اللي هي هسه احنا حاليا نواجه بها مشكله انه قاعده تنتقل للانسان. هذه النقطه شلون تصير؟ الانتقال طبعا هسه معظم الحيوانات اللي موجوده بالشارع سواء الكلاب او القطط هي غير ملقحه. زين. وما قاعد يطلع عليها يعني فحوصات دوريه ولا اكو اشراف من قبل الاطباء البيطريين. فبكل بساطه الحيوان من يكون ما ملقح راح يكون حامل الامراض والفيروسات. زين. بوسط بيئه يعني ناقله، واحنا عندنا طبعا زوناتك ديزيز، امراض منتقله ما بين الحيوان والانسان. قبل كان ابره ياخذ اي واحد ستيل بعد الحل نفسه هو ابره وتفضل القضيه يعني. هسه ماكو ما يفيد. والابره الثانيه اللي هي مالت ATS هي ابره القزاز اللي هي المفروض توفرها المستشفيات الحكوميه. زين. اللي موجوده ببغداد. يعني ابسط مثال، انا قبل يوم انا عضيت. انت هم؟ كلب محلي اجاني للعياده دا اسوي له اشعه عظمي. زين. من رحت المستشفى مال مدينه الطب بالساعه ونص انا ادور على اللقاح. ماكو؟ ما موجود. اخر شيء طلعوا لي لقاح موجود، الباقي هذا طبعا حظي خلاني انه القاه. وانت طبيبه باعتبار؟ وانا طبيبه باعتبار والمفروض ماخذه يعني. واللقاح الثاني اللي هو مالت القزاز اصلا ما موجود بالمستشفى، رحت اشتريته من صيدليه خاصه حتى انه اقدر اضربه. ودور وزاره الصحه بهذا الموضوع ايضا يعني كلش مهم، انه تصير حملات توعيه للناس انه انتم شلون تقدرون تاخذون اللقاحات، وين متوفره هاي اللقاحات، طرق التعقيم باخذ الفاكسين المصل، ايش كم مره تاخذه، يعني هاي كلها احنا ما قاعد نشوفها، ما قاعد تنقل للاسف. أكيد. طبعا اليوم حابة أعرف أنه اليوم الشخص أو المواطن خلينا نقول العراقي حاب يعرف ليش إذا الشخص تعرض إلى إصابة عضة الكلب يعني من المسؤول هنا يعني تحديدا يعني نعرف من المسؤول. شوفي احنا كعضو منظمة شبكة يونايتد كان عندنا مؤتمر الشهر العاشر 3 أيام، فكان كلام على هذا الموضوع. اكو فد نظام يسموه يعني شلون نظام تتبع سيرفيلينس، المفروض اكو هذا هو يكون سيستم متكامل يربط وزاره الصحه، دائره البيطره، وزاره البيئه، بحيث انه لما تصير عضه هذا الشخص من يروح للمستشفى هذه لازم راسا تتسجل كل المعلومات انه اكو تم رصد عضه او حاله اصابه بفلان منطقه. نعم. هذه مباشره لازم يكون السيستم الكتروني يعني ينتقل لدائره البيطره، دائره البيطره لازم راسا تقوم بدورها انه تتابع هذه المنطقه وتشوف شنو الحالات المصابه من الكلاب. طبعا مو مثل الهجمه اللي صارت انه تنقتل كل الكلاب، لا لازم تكون متابعه. شنو الهجمه اللي صارت؟ يعني بالنسبه للاباده مالت الكلاب يعني اللي صارت بعد الوفاه، هو الله يرحمه يعني الناس يعني هو ذعر يعني صار عند الناس، لانه داء الكلب هو مرض مميت على فكره. انا يعني هو صار مثل الثأر يعني الناس تاخذ ثأرها من الكلاب بالضبط يعني. بالنسبه لذوي يعني الله يرحمه هو هم يعتبر شهيد يعني بحاله ذعر يعني الله يساعدهم يعني. بس طبعا. بالنسبه للناس الاعتياديين لازم يفهمون انه اكو حلول المفروض يعني مو بهالطريقه الهجمه، لأن هو اللي عضه هو مو المشكلة كلب، هو المشكلة هذا الكلب مريض، يعني هو هذا الكلب نفس الشيء مصاب، هو حاله حال يعني أيضا هو دا يعاني وهو تمر عليه أيام ويموت. بالإضافة بس إذا ممكن أكمل هذه النقطة، فالمفروض هذا النظام اللي هو السيرفيلينس يربط وزارة البيئة بحيث يكون سيستم متكامل لرصد وتتبع الحالات والمعالجة. هذا من يجيب النظام؟ هذا النظام المفروض هي الدولة يعني المفروض موجود عندها، أنا بس ما أعتقد أكو هذا موجود عندهم، لأن أنا ما شفت هيك شيء من خلال تجربتي من تعرضت لهذا الشيء. بالإضافة إلى هذا المفروض وزارة الصحة تنظر لهذا المرض بشكل جدي بحيث يكون أكو بروتوكول، يعني حتى تكون أكو أرقام تعمل 24 ساعة لما تحصل إصابة أي يعني وتكون توعية قوية بحيث أنه أي أحد ينصاب أو يتعرض العضة يتصل بهذا
بهذا الرقم، شلون 911 زين. يتصل بهذا الرقم وتكون متابعه لهذا الشخص وتوجيهه روح لفلان مكان اخذ لقاح، بحيث لانه المرض مجرد انه تظهر الاعراض بعد ما بشفاء مميت، فلكن الوقايه من عنده ممكن تكون 100% لو اتبع البروتوكول الصحيح اللي هو اول جرعه اول يوم. يعني وقت الجرعات لازم يكون بوقتها حتى ممكن زين. انه يتم حمايته. زين، اريد اعرف من حضرتك انت يعني بهذه الازمه خلينا نسميها، دزوا عليكم انتم كاطباء لو هو منو اللي قام بالحمله اللي قالت بيها الست؟ حملة قتل الكلاب السائبة. ايه ماكو طبيب بيطري بالعالم يقتل كلب. لا هو منو اللي يعني هو غير انتم الحملة جهه صارت من قبل البلدية، بلدية أمانة بغداد. عندهم اطباء؟ لا مو أطباء، متطوعين أدري، يطلعون. يعني هي مو قضيه طبيه لو شنو؟ لا ما لها علاقة التعقيم مو طبي هو؟ هاي مو طرق يعني تعقيم. هو الحل غير المفروض يصير من اطباء؟ الحل ليس عن طريق إيه؟ الحل ليس يعني انت من تقول حل من قبل طبيب، الطبيب ما يجي يقتل حيوان. لا المفروض يعقم. المفروض مو دا يعقم. اسال ليش صار التعامل بطريقه غير صحيحه؟ ليش؟ هم وظفوا التعامل بهالطريقة، البلدية سواء أو زين، خلينا نجي مثل يعني ست آلاء ذكرت ارقام يعني مخيفه للتكاثر. صح. التعقيم يفيد؟ طبعا أكيد. لو مثلا هم هسه يقول لك يجوز هاي الجهات تقول لك هو احنا صار الاعداد كبيره فما راح نلحق عليها بالتعقيم. لا احنا ما نقول انه صار، انت مجرد انه تقلل من عدد الكلاب. شلون انت تستهدف الذكر. زين. الذكر تصير عمليه تعقيم، بعد ما راح يقدر يتزوج، الاناث ما تقدر يعني الا موجود ذكر. زين. تمام. فاحنا لما نسوي عمليات التعقيم هذا راح يحد من التكاثر. زائدا يجي بعد اللقاح، تمام، يكون الكلب ملقح، ولازم يكون اللقاح معرف من قبل الدوله، من قبل النقابه. اللقاح لما ياخذ الحيوان اللقاح لازم يصير اكو ستيكر بالاذن. مثل البلدان الباقيه يعني تشوف الاستيكر اذا موجود مثلا في سبيل يعني على سبيل المثال انه اذا موجود باللون الاخضر معناها هذا الكلب ملقح واليف وممكن انه تتقرب من عنده، فهذا الشيء هذا عالمي الموضوع؟ عالمي موجود. زين. يعني اذا غير لون شنو غير اذا لون؟ الاحمر مثلا انه هذا دينجرس خطر لا تجي يمه، ملقح هو ونظيف واذا بس عضك ما يصير لك شيء، بس هو شرس لا تتقرب من عنده اجريسيف، بس احنا هذا كله ما قاعد نشوفه ما موجود. بس انتم مو سويتوا هوايه احنا حملات؟ بدنا نعمل على الموضوع، بس المشكله المجتمع انه مدى يتقبل فكره اكو جهه تشتغل على الموضوع. يعني شلون؟ من هو اللي ما يتقبل؟ المجتمع بشكل عام. زين. يعني احنا بدنا نتعب، يقول لك انه لا ليش مو الدوله تشتغل؟ زين لا اوكي. هو ايش قد تكلفه؟ انتم اعتقد اشتغلتوا بهذا. يعني ايش احنا قد تكلفه التعقيم؟ التعقيم هو مكلف التعقيم، بس احنا هسه اخر شيء مؤخرا ايش قد؟ العمليه يمكن تقدر تذكرها الست بالنسبه يعني لتعقيم حسب الذكر توصيات النقابه هي تقريبا للذكر. لا حسب توصيات النقابه 75,000 وفوق، وهاي الطبيب يحدد. هاي الكل كلب فقط التعقيم فقط مرة اجراء العمليه يعني مرة عمره واحدة. كله. واللقاح. بس احنا يعني اكو نقطه هم لازم شويه ننتبه عليها. نعم. حاليا كم طبيب بيطري قاعد يتخرج من الجامعه؟ احنا ما عندنا تعيين مركزي. نعم. يعني احنا الى الان محسوبين على وزاره الزراعه، ما محسوبين على وزاره الصحه. انتم ما عندكم تعيين مركزي؟ ما عندنا تعيين مركزي. زين هذول الاطباء اللي قاعد يتخرجون بهالكميات، انا ما اقدر استغل هذا العدد من الاطباء واستثمرهم واخلي ملاجئ خاصه يعني تكون هي من قبل الحكومه، موجهه نعم. من قبل الحكومه، مو على المنظمات او يعني. شنو الضير اذا الحكومه ما لجأت لهذه الحلول، واذا منظمات بادرت وبجهود ذاتيه ودا تسعى ودا تنجح الموضوع؟ شو لا اكيد ما ليش مو ادعمها؟ يعني ليش مو ادعمها؟ لا مو احنا هذا اللي نعاني. انتوا وحدكم ما تقدرون. لا بس انتوا وحدكم ما تقدرون. ليش؟ لانه ابسط مثال مثلا الدكتوره ست اذا تريد تجيب قطعه 1000 متر ايش قد تريد يعني؟ لا احنا اصلا ضد المحميات. مكلف يعني احنا ضد المحميات بالضبط. والمحميات يعني للامانه يعني تواجه صعوبات ومشاكل. هذا المحميه ما يراد لها اكل، ما يراد لها تغذيه ما يقدر. يعني قابل شنو يخلون هيك الحيوانات ماكو حل محميات، ماكو حل محميات، المحميات فاشله. انا دا احضر مؤتمرات ويا منظمات دوليه معنيه بهذا الموضوع ورش، ماكو المحميات يعني اصلا هي المحميات بالنسبه لمحبين الحيوانات اللي يدورون الرفق بالحيوان، فالمحميه هي سجن واضطهاد للحيوان.
بالنسبة للكارهين الحيوانات فالمحمية لما يدخل لها الحيوان بدون تعقيم وبدون لقاح، هذه بأي لحظة ممكن تصير وباء بيئي. لأنه تخيل محمية تحوي آلاف الكلاب وواحد من عندهم انصاب بمرض داء الكلب، هذول كلهم راح ينصابون بنفس اليوم، فهذا وباء بيئي. فالمحمية أصلا اللجوء لها مجرد أنه حتى أجمع الحيوانات في مكان أو أموتها يعني فقط. أي طبعا احنا في بعض المناطق خلينا نقول أو دول العالم عندهم حلول لهاي المشكلة، مثال بسيط يعني نشوف اليوم اقليم كردستان تحديدا في أربيل ايضا سووا هم محميات وحطوا شو معترضة طبعا الكلاب هناك طبعاً. شنو اللي صار؟ مجرد كلاب دا تموت من الجوع تنقتل بهذه حملات الإبادة بالشارع أرحم إلها. لا اعترضتي من قالت انه اعترضت على محمية أربيل. ليش يعني؟ طبعا لأنه هو اللي دا يصير تجميع هذه الأرواح بهذه المحمية، لا ظل لا مي. لا تقول لي مستحيل، تقول لي دا يقدرون يوفروا لهم مي ويوفروا لهم أكل فعلا. يعني هذه الحيوانات بالمحمية هي مجرد دا تموت موت بطيء. أبسط مثال واحد ياكل على كلام الدكتورة، كل المحميات اللي موجودة هسه إيه؟ سواء ببغداد أو بغير محافظات هي ما مشرف عليها طبيب بيطري. زين أنت شلون تيجي تخلي مكان بيه فد 100 كلب أو 200 كلب أو أقل أو أكثر بدون إشراف، بدون إشراف طبيب، بدون تلقيح أيضا، بدون تلقيح، بدون تعقيم. وسواء أنه هم سووا التعقيم أو اللقاحات. نعم. أكو هسه حاليا أمراض فيروسية قاعدة تدخل عندنا بالعراق ومسجلة، أمراض فيروسية جديدة. يعني حتى الكلب إذا كان ماخذ لقاح فهو ما ماخذ مصل ضد هذا الفيروس. نعم. فلما يصير عدوى انتقالية ما بين الكلاب دا تصير مجازر، يعني دا يموتون لا 50 ولا 60 ولا 100 وما يتلاحقوا لهم بعد. نعم. فإحنا من نقول المنظمات، أنا مو ضد فكرة المنظمة، بس أنا أريد تحتاج إلى دعم حكومي، دعم من الحكومة، دعم من وزارة الصحة، من وزارة البيئة، من وزارة الزراعة، منظمات المجتمع المدني. هذا كله راح يساهم بتطوير المنظمات تحت إشراف أطباء بيطريين. أكيد. طيب دكتورة، حابين من خلالش نعرف يعني ضمن اختصاصك هذا الموضوع شنو هي أعراض مثلا داء الكلب؟ يمكن بعض الناس يصير عندها عضة وتروح للمستشفى وتاخذ علاج، مثل ما صار ويا الولد الله يرحمه، أخذ هو أبرة لكن توفى. يعني شنو هي الأعراض اللي تظهر على الشخص حتى نعرف هذا وصل لمرحلة يعني مو زينة؟ أنا راح أحكي لك الأعراض اللي ظهرت علي قبل يومين. نعم. أول شيء ارتفاع الحرارة. نعم. هاي بالدرجة الأساس. نفس اليوم؟ الدوار بنفس اليوم، يعني بعد خلينا نقول فت ساعة أو أقل من الأعراض. ارتفاع درجات الحرارة، الزكام، الدوار. للأمانة ما أعرف، بس هو محلي يعني لوكال بريد مال ما تابعتي؟ فأني بس حسيت بالأعراض. ملقح لو لا؟ ما ملقح أكيد. ما تابعتي؟ لا والله. بس أنا فور أنه صارت عندي الأعراض أنا عقمت المكان يعني مالت العضة وكل شيء، بس يعني ما ذكرتي انه هي حراره، بعدين الحراره، الزكام، الدوار، لا ما صارت عندي. هاي بعدين تظهر يعني بالسكندري يعني. بعدين تظهر اعراض ثانيه. بس انت الموضوع ما بحله بسيط، انه انت لازم راسا تتوجهين بنفس اليوم تاخذين اللقاح. وطبعا هذا الحل المستشفيات الحكوميه مدينه الطب. قبل ترى كان طبيعي يعني هو يروح ياخذ ابره يعني انا رحت المستشفى النعمان قالوا لي ماكو هنا، اروح لمدينه الطب. نعم. رحت مدينه الطب قالوا لي ها ماكو، بعدين ها خلينا نشوف لك يعني صعب. يعني ايش قد تحتاجين وقت لما تاخذين الابره حتى يعني لا يشتغل لازم نفس اليوم. لازم. انا اعتقد انه المرحوم حمزه طبعا موضوعه كلش يعني مؤسف للاسف، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه. اعتقد انه هو ما ماخذ اللقاح بنفس اليوم، مهامله للموضوع. مو هامله، جزء ملاقي. جزء ملاقي. ايوه. ثاني شيء هو شو معرفه، هو مو طبيعي. وللامانه انا يعني هو المفروض الجهه اللي تشافيه هي اللي تقول له. وقلت لك المفروض اكو رقم تليفون بحيث تكون متابعه له وتوجيه. هو احنا اصلا يعني عندنا احصاءات لعدد الكلاب مثلا السائبه؟ بصراحه اسال على هذا الموضوع ما حد يقبل يعطيني، يعني ما حد يعني انا كمنظمه يعني كانه ما حد يدري بالموضوع، ما حد يعطيني احصائيه بالموضوع. وهالمره اصلا انا من حظي اللي لقيته، يعني انا قبل سنه صارت وياي نفس الشيء، رحت دورت ما لقيت. ماكو نهائيا. حتى بالصيدليات معهد باستور اللي هو المفروض يوفر هاي الاشياء همينه ما موجود. بالصيدليات ما موجود. على فكره انا تعرضت العضه قبل سنتين، ويعني محتمل 90% كان البزون، والبزون اجنبي يعني، بس كان مشرد يعني خطيه. فيعني 90% كان مسعور، لان ورا 13 مات حجزناه. فبس اني لانه وليش يموت؟
لان هو داء الكلب هو مثل ما يموت الانسان هو يموت. اقول لك هو نفس الشيء، هو المرض مثل ما دا يصيب الانسان ويموته يصيب الحيوان ويموته. بس هو هذه الايام قبل ما يموت يكون يكون معدي من خلال اللعاب مالته. اذا لامس مثلا جرح مو شرط عضه طبعا على فكره، ممكن يلامس جرح مفتوح، ممكن مثلا منطقه مفتوحه مثل العين او الفم. فاني بوقتها كوني انا رئيسه منظمه مهتمه بهذا الموضوع. من كلام حضرتك يمكن حتى الاقتراب من الكلاب السائبه هم خطأ. طبعا المفروض يعني حتى اذا مثلا اكو ناس تطعمهم، الناس تودي لهم يعني أكل. لازم اكو حذر، يعني يكون بعيد لازم. لازم اكو حذر، واكو فد شيء يعني المنظمات العالميه توصي به كلش هوايه، واتمنى يعني الناس كلها تسمعه، انه اي احد يتعرض العض لازم مباشره يغسل مكان العضه لمده 15 دقيقه مو اقل بالمي الجاري والصابون، حتى يحاول يقلل المادة اللعاب اللي تدخل، مو أقل من 15 دقيقة. هذا أكدت عليه المنظمات الدولية بالمؤتمر. ومباشرة يروح يعني أنا لأنه أنا أعرف بخطورة هذا الموضوع، مباشرة رحت للمستشفى الكرخ، أخذت اللقاح. ورا أسبوع كان المفروض يمكن الجرعة الثانية، ما عندهم مستشفى الكرخ. 4 جرعات. 4 جرعات. طيب شنو المناطق أو الأماكن اللي تكون بيها كثرة تواجد هاي الكلاب موجودة بكثرة وليش؟ حاليا بكل الأماكن. حاليا كل المناطق بها كثرة بالكلاب. طبعا يعني حتى المناطق اللي قبل كان ما بيها كلب عادي هسه هي ليش مجاميع. هي ليش الكلاب دا تكثر بالمدن؟ قبل سابقا كانت بالمساحات المفتوحه بالاطراف، كان اكو متوفر. صار التجريف وصار التصحر، فهي نفس الشيء، ارواح تريد مي، تريد اكل، تريد ظل، فما متوفره بالاطراف. بنفس الوقت اكو فد شيء دا يجذبها بداخل المدن، اكو قمامات، اكو يعني ازبال متناثره، تريد مي. انتم كمنظمه نعم. المن خاطبتوا مثلا خلال هاي الفتره، يعني غير تخاطبون الوزارات المعنيه؟ بصراحه ايست اني من انه دعم لا مجتمعي. المجتمعي عندي مشكله ويا الدعم المجتمعي. الدعم المجتمعي محبين الحيوانات يعني حتى يدخلون على صفحات المنظمه ويسوءون الاخلاقياتنا. ليش دا تعقمون الحيوان؟ انتم دا تقتلون، دا تتعرضون للغريزته. زين. التعقيم حرام، خلوهم يتكاثرون. المشكله البعض من محبين الحيوانات حبهم بتطرف، عوفوا الحيوان يتكاثر وما عليكم به. يابا اكو مشكله والتعقيم ضروري يعني. فيقول لك التعقيم مو ضروري. فلذلك انا ما عندي اي دعم. المجتمع يقول لي سوي محميات ندعمك، تعقيم ما ندعمك. انا جايه بفكره جديده بفكره التعقيم، فماكو دعم مجتمعي. المؤسسات الحكوميه نعرف احنا المؤسسات الحكوميه، انا يعني امانه بمحافظه بغداد قسم التقويم والجوده هم جدا داعمين لنجاح المشروع. زين. وهم يتمنون ننجح، لكن ما يقدرون يوفرون لنا دعم معنوي كموافقات. حتى يعني اخر شيء امانه بغداد نشرت يعني هو معنوي شيء في معنوي الموافقات، يعني نشروا يعني اعلانات على شاشات. أكثر من تعقيم 75 احنا 75,000 للكلب الواحد. احنا عندنا آلاف. شوف اخر شيء عندنا مشفى وفرت لنا اجور رمزيه، بحيث هذه ال 75 اللي هي سعر عمليه جراحيه، وفرت لنا انه بال 75 بنفسها عندهم سياره تمسك، هي تطلع تمسك الحيوان تنقله تسوي له العمليه، تعطيه جرعه لقاح، يبقى فندقه يمهم نقاها لحد ما يشفى، وترجع تطلقه للمكان. هاي مشفى واحده موجوده ببغداد، وتلبسه العلامه مالتنا اللي هو قانوننا. هذا مو حاجه. همنا ماكو دعم. الناس ما مقتنعه بمشروع التعقيم. نعم. المجتمع ما مقتنع بموضوع التعقيم. بالمناسبه احنا الاسعار اللي ذكرناها هاي اسعار العيادات الاهليه يعني اللي هن على القطاع الخاص. زين ليش ما تتخيل التعقيم؟ العفو، تتخيل التعقيم مثل التلقيح يعني مو عمليه اخصاء يعني الحيوان بعد ما يقدر يتكاثر. اي بس هي عمليه مو هي عمليه لقاح او شيء. بس احنا ليش يعني نوجه الحلول للقطاعات الاهليه الخاصه؟ ما اكو مستشفيات هسه موجوده ببغداد. احنا مو مستشفى بغداد ما احنا مو نوجه الحلول لهم، احنا نمشي وراء اللي مستعد يدعمنا. يعني احنا مثلا المستشفى البيطري مثلا هسه احنا عندنا وفق كتاب، عندنا 5 جيجات يعني اقفاص مبنيه بداخل المستشفى البيطري، هذه باسم المنظمه. صرفنا عليها 500,000 على مود نأهلها، بعدين ما اجينا ما قدرنا نستخدمها. لانه لما نجي نجيب الحيوان للمستشفى البيطري لازم اكو فريق
طريق ينقل الحيوان. داخل المستشفى البيطري ما نقدر ندخل بأي وقت، ماكو كوادر بداخل المستشفى اللي ترعى الحيوان حتى وقت النقاهة. والأطباء قاعدين. أطباء أمانة أطباء بداخل المستشفى البيطري حتى أكو من عندهم يعني كتب لنا تعهد إنه هو مستعد يعمل ويا المنظمة مجانا، بس هم الموضوع يحتاج لأنه نجيب لهم مواد، نشتري لهم مواد. الحيوان لما خليناه بالقفص بداخل المستشفى البيطري يحتاج نجيب عامل على مود يرعى الحيوان، فلازم نعطيه فلوس. فبالنسبة إن هذه المشفى أو هذه العيادة واللي وفرت لنا هذه الأجور أكو إمكانية بأي وقت دخول، هذا السبيل الوحيد تقريبا السهل، وبنفس الوقت الأجور أقل. فإحنا إحنا ما نريد الدعم الحكومي، بالعكس هو بالنهاية المفروض أكو خطة وطنية استراتيجية وطنية تشترك بها كل المؤسسات، لكن إحنا مو معناها هو هذا الحل الجذري يعني. بالضبط، بس إحنا مو معناها بين ما ننتظر هذه الخطة تصير إحنا نبقى ننتظر. تعقيم النثية من العيادات اللي كلش يعني أساعد الحيوانات المحلية ويزوروني يعني أصحاب الملاجئ ويجون يمي وأحاول أرخص بالأسعار. نعم. بس استل يبقى الموضوع مكلف، واستل إنه الفرد طبعاً الواحد ما يقدر يتحمل كل هاي المسؤوليات بوحده. اكيد. تمام. طيب انا اريد حابه اعرف منك شغله واحده، مثلا احنا اليوم كمجتمع كمواطنين شنو اللي ممكن نسويه نعالج هاي المشكله ونساهم في حل هاي المشكله بدون ما نأذي الحيوان؟ شنو اللي نسويه؟ هو التعقيم والتلقيح. حتى اني اوقف القتل، اني ايش راح اقول لك؟ احنا ما راح نوقف القتل، بس القتل بالتدريج راح يعني هسه احنا اتفاقنا ويا محافظه بغداد، احنا مو من هاي المنظمه اللي عندها رفق بالحيوان وتصيح 24 ساعه وقف القتل، لان اني اعرف اكو مشكله ويعني اني مجبوره انه اسكت. هذا الاعدام احنا يعني الاعدام او هذه الاباده ما اقدر اكون ضدها، الموضوع مؤسف، بس لان هو اكو تكاثر، اكو مشكله بالنهايه راح تشكل خطر على الناس. نعم. بس كل تعقيم الكلبة نثية أني حددت من التكاثر، فهنا أني قللت حملات القتل. فاللي يجي يساعد من المجتمع كل واحد يتكفل بتعقيم نثية راح يأثر على التكاثر. فهنا أنا اجيت بين ما تصير خطة وطنية وبين ما يصير دعم حكومي أني هم مقللة حالات القتل. زين، أريد نعم. آخر شيء أعرف من حضرتك الأطباء وين يتخرجون وين يروحون؟ احنا نتخرج يعني امامنا خيارات، اي يا اما انه نفتح عيادات على القطاع الاهلي، يعني هذا شغل خاص. اي احنا مبدئيا ما عندنا تعيين حكومي. ماكو اي وظيفه لكم؟ ماكو اي شيء دا ينصف الطبيب البيطري بالمناسبه بالعراق. يعني احنا ما محسوبين على وزاره الصحه، رغم انه احنا ندرس 6 سنين وبيسك ساينس والعلوم الاساسيه كلها ناخذها اللي هو يدرسها بالطب والصيدله والطب الاسنان. نتخرج يا نفتح انه على على عيادات خاصه. نعم. يا اما انه يعني اكو اطباء هوايه حتى يشتغلون بغير مجالات ما يخص الطبيب البيطري لان ما يلقون فرص عمل. والى الان احنا محسوبين على وزاره الزراعه مو على وزاره الصحه بالمناسبه، رغم انه دور الطبيب البيطري بالمجتمع يمكن اهم دور ممكن انه الانسان ياخذه. ليش؟ لانه احنا اللي وزاره البيئه تحتاجنا، وزارة الزراعة تحتاجنا، وزارة الصحة تحتاجنا، المجتمع بصورة عامة يحتاجنا. بس لحد الآن ماكو أي. لحد الآن ماكو أي. أنا كل الشاكرين لكم صراحة. يعني هذه من النقطة اللي تخلينا إحنا ما نقدر نجي نعتب على المراكز الصحية، إحنا نعرف ماكو أطباء. يعني إحنا من نروح نحكي وياهم يقولوا لنا تعالوا شوفوا المراكز ما بها أطباء، فإحنا عليه ما نعتب. المفروض على الأقل يعينوهم على بالضبط. من يصير تعيينات الدولة لما نتعين يصير أكثر من مركز، أكثر من مستشفى. بس أريد أضيف نقطة بالنسبة للمحميات، واللي هي هذه من السبب اللي تعرقل مشروع التعقيم. لأن الناس تتخيل المحميات هي فندق 7 نجوم لهذه الحيوانات. المحميات الموجودة هي عبارة عن اضطهاد للحيوان. أنا قرأت مصدر تابع للجمعية الملكية البريطانية اللي هي أول جمعية للرفق بالحيوان، إنشاء الملاجئ المفروض يخضع المعايير أيضا تعقيم. العفو ست أرجوك. نعم. يعني أنت أكيد تعرفين احنا للبشر ما قدرنا نسوي بالضبط. مو هي اذا اني ما اسوي بشر مو تعرف ايش قد تنصف، تعرف ايش قد تعرفين انت اللي شافوه حاليا واللي الضجه اللي صارت تعرف ايش قد تنصرف اموال على المحميات. يعني بدل ما اصرفها على المحميات المتبرعين بدل ما اصرفها على المحميات اروح اعقم بها مستشفيات. تعرفين انت بالضبط نقابه الاطباء البيطريين. الموضوع خطر على الكل، بس قصدي
يعني أنه أني بدل ما أجي أصرف هذه الأموال على الملاجئ والمحميات أجي أعقم وأطلقهم للشارع وأقلل أعدادهم. طبعا يمكن الحديث يطول عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع كلش كبير يحتاج إلى حديث وقت أطول، لكن احنا يعني على وقت البرنامج يعني ما نقدر. فشكرا جزيلا لكم ولكل ما قدمتم من معلومات وإيضاحات. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا فاصل أخير ونرجع نكمل فقراتنا في مساكم.